السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده. السلام أثناء التعامل مع اسطوانات الغاز المضغوطة خطر موجود في كل موقع، بس للأسف بيتاخد باستهتار. السلام عليكم، أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب، والنهاردة جايب لكم موضوع مهم جدا. عبارة عن اسطوانات الغاز، سواء في الموقع، الورشة، المخزن، أو حتى البيت. بتتعامل معاها يوميا، بس يا ترى بنفحصها، بنخزنها صح، بنعرف مكوناتها، والأهم لو حصل تسريب أو خطر بنتصرف إزاي. تابع معايا الحلقة دي للنهاية، لأنها ممكن حرفيا تحميك وتحمي غيرك من كارثة حقيقية. أنواع الغازات واستخداماتها الشائعة. نوع الغاز واختياراته: الأكسجين، الأوتو، لحام وقطع المعادن، بيساعد على الاشتعال. الاسترين سي 2 أو اتش 2، لحام، قطع المعادن، بيكون شديد الانفجار. البروبان أو البوتان عبارة عن تدفئة، بيشتغل في البوتاجاز، تسخين، بيكون قابل للاشتعال. ثاني أكسيد الكربون السي 2، إطفاء، تبريد، بيكون خطر الاختناق. النيتروجين والهيليوم، تبريد أو عزل، خطر الاختناق برضه. كل اسطوانة لازم تبقى واضحة بعلامة اللون والنوع. ما تعملش معاها من غير ما تعرف محتواها. ازاي بتفحص الاسطوانة قبل الاستخدام؟ بيكون عبارة عن فحص مبدئي، فحص بصري، بتأكد ان جسم الاسطوانة ما فيهوش صدأ او انبعاج او تسريب، البلف سليم، في تهريب، اسمع او شم. الكاب الغطاء بتاعه موجود ومتثبت. تأكد ان الاسطوانة مش منتهية الصلاحية، هتلاقي التاريخ مطبوع عليها. اختبار التسريب: بتستخدم نار صابون على البلف بعد التوصيل، مش ما بتستخدمش النار، عشان ممكن يكون في تسريب ويحصل انفجار. لو في فقاقيع في تسريب بتوقف استخدامها فورا. لو الاسطوانة مش موسومة بتصنيع معتمد أو ما فيهاش تاريخ اختبار بترفضها فورا. طيب، شروط التخزين في المستودعات إيه؟ المخزن اللي بيتجمع فيه الاسطوانة لازم يكون مكان التهوية فيه ممتاز، بيكون بعيد عن مصدر حرارة أو شرر. بتخزنها واقفة مربوطة بسلسلة أو حامل. بتخزنها حسب النوع، قبل الاشتعال وحده، مؤكسد. ولازم يكون طفاية حريق مناسبة موجودة زي CO2 أو بودرة جاف. ممنوع تخزن اسطوانة نايمة أو فوق بعضها أو جنب مواد قبل الاشتعال. الحماية أثناء الاستخدام، سواء في الموقع أو الورشة: افتح البلف بهدوء، بعيد عن وشك. استخدم منظم ضغط مناسب لنوع الغاز. في غازات زي الاستيلين والبروبان بتستخدم فيها الفلاش باك اريستور، وده جهاز صغير بتوصل قبل الخرطوم علشان يمنع رجوع اللهب للبلف أو الاسطوانة، بيحميك من انفجار. طيب، الاسطوانات ديت في التعامل المنزلي بالأخص للأمهات. اسطوانة البوتاجاز في البيت لازم تكون واقفة مكان فيه تهوية كويس. ممنوع تماما تحط أكياس نايلون أو قماش حوالين المحبس، ده بيمنع التهوية. ولو في أي تسريب حتى لو بسيط هيتجمع الغاز ده كله حوالين البلف وبيعمل انفجار عند أول شرارة. وقت التركيب أو التغيير: شم ريحة الغاز قبل التشغيل. حطي صابون على مكان الخرطوم والبلف. لو في فقاقيع بيساوي ان في تسريب، يبقى لازم نقفل الانبوبه فورا. لو حصل تسريب بنقفل البلف. ما تولعيش اي نور او لمبه. افتحي الشبابيك فورا. ابعدي الاولاد. بلغي فني او الدفاع المدني. في حاجات كتير بنعملها غلط في الاستخدام، زي تخزين الصوانة في الشمس، دحرجة الاسطوانة على الأرض، وضع قماش أو نايلون على البلف، بتسيب الاسطوانة فاضية في الموقع بدون علامة، رمي الاسطوانة لما بتفضى بدل ما ترجع للمورد. معلومة إضافية ممكن ما تكونش عارفها: كل اسطوانة لها ضغط تشغيل معين، لو زاد الضغط نتيجة حرارة بيسبب انفجار. في اسطوانات فيها صمام أمان بيفتح تلقائي مع الضغط الزائد، وده مش موجود في كل الأنواع. دايما اشتغل في وجود كشف تسريب زي الجاز ديتكتور في الموقع لو متاح، ويا ريت يكون متوفر في أي مكان في الموقع.
نصيحة أخيرة، افتكر دايما إنك بتتعامل مع قنبلة مضغوطة، ما تستسهلش ولا تقول إحنا شغالين كده من زمان. فلاش باك أرسطو مش رفاهية، ده أمانك. وبالنسبة اللي في البيت أرجوكم ما تحطوش المحبس، ما تحوطوش المحبس بقماشة أو كيس، لأنكم كده بتخنقوا الغاز وبتستدعوا الخطر بنفسكم. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن أنواع منظمات الغاز واستخدام كل نوع. بعدين إن شاء الله التعامل مع الحريق الناتج عن تسريب الغاز. وهيكون في حلقة خاصة صيانة اسطوانات الغاز المنزلي في الصيف. أشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله على قناة سيفتي ستيب. السلام عليكم.